السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة أم دينا الجزائرية. اليوم حبيت نشارك معاكم هذا لي ماكارون تاع الكاوكاو لأول مرة راح نجربهم معاكم. جاوني هايلين بكل صراحة. وبحلة جديدة من يدية، من يدين أم زينة. مرحبا بكم كامل. معايا شكرا لكل من ساندني مع كؤوس كريمة والسلطة فخوي تجي هايلة وبنينة بالبزاف. شكرا لكل من يستفسر الأحوالي، شكرا لكل من يساندني حتى ولو بكلمة. شكرا لكم كامل كامل كامل. نعتذر منكم لظروف، كانت عندي ظروف مع شوية كنت نخدم في رمضان. راح نرجع لكم إن شاء الله بالوصفات الاقتصادية كما عودتكم. نبداو على بركة الله في المكونات. وش نحتاجو هنا؟ نحتاجو كأس ناقص صبع كاوكاو مرحي، وهنا كأس يعني نصف كأس. هنا وعندنا زبيض البيض نحكموا. راني هنا راح المقطع تاع رحية الكاوكاو مع السكر، شوفوا معايا كيفاه درتلو، كيفاه يكون رقيق. احكمي خلط الكاوكاو مع السكر ورحيه في مع زوز بياض البيض. انا هذا وش المكونات اللي استهلكتهم فقط لا غير، مع زوز مغارف نشا ومع مغرف فاني. هنا مغرف فاني نحطوها. نجيبوا البيض تاعنا نحطوه، ونجيب الخلاط الكهربائي. يعني ما تخلطوش اللي نخلطوا به اللي تاع العجن. هذوما تاع العجن، هذا هما اللي نستعملوا نخلطوا بهم المكونات تاعنا. نخلطوهم مليح حتى يتجانسوا مليح، ونضيفوا لهم ملعقتين نشا. راح النشا هذاك راح يخليها طريه، راح يخليها تتعلك، ما تجيكمش يابسه كامل. راهي وصفة والله اقتصادية، وزيد جاتني بنينة وناجحة. كيما راكم تشوفوا رانا خلطنا. نضيفوا زوز معالق نشا، وخليك تخلطي مليح. وقبل ما تبداي تحطيها في لاباش وتبداي تحطي في الدوائر تاعك، خليها ترتاح لمدة ربع ساعة او الاحسن نصف ساعة. نخلطه مليح. ضفنا الملعقة ثانية، وخليك تخلطي فيها مليح. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ما تنسونيش في الاشتراك والتعليق الزوينين الملاح كيما نتوما. شوفوا معايا الخليط كيفاه ولا. هنا راني عندي انا المول هذا، يعني ماهوش ايطالي ماكارون، حبيت نجرب فيه. انا قلت لكم باللي حبيت نجرب. شوفوا معايا بعد ما طابوا. شوفوا اذا عندكم تالي ماكارون راح تجيكم الخدمه سهله. والباش انا ما كانتش متوفره عندي الباش، راني غير حطيت بالملعقه فقط. هنا بعد ما خرجوا هنا راح نبداو في التزيين تاعنا. نعتذر منكم بالبزاف راه المقطع راه تقطع لي تاع الفاكهه وتاع التزيين. شكرا لكم كامل. هنايا بعد ما زينتها وكملت هاهو ليكم التزيين. شوفوا كيف جاوني. راح نقول لكم برك ملاحظه واحده. باش كي تحطوا الفاكهه فوق لي ماكارون كيما هكا، الاكل تاعهم راح يجي غير في يوم. لكن خليتيهم يباتوا وراح تلقاهم ذابوا لكم. راح لي فاكهه هذيك تطلق الماء تاعها، ووكوا على بالكم كيفاش تولي الحاجه طريه. هنايا شوفوا درت التزيين، حكمت الشيكولا، درت خطوط. اللي يحب يدير كيما هكا، اللي يحب يخلي غير كريمه. انا درت كريم باتيسير مع كريم شانتي، وحشيتهم تاع سهره ما هيش تاع حاجه جديده درتها انا. شكرا لكم كامل. شكرا شكرا شكرا.
شوفوا كيفاه الحبيبات جاو هايلين، جاو ما شاء الله. راني نعتلكم كامل، راح نهزلكم دوك، نهزلكم حبيبه وتشوفوها كيف راهي جات. التزيين اختياري، شوفوا معايا كيفاه يعني كما قلت لكم الجود من الموجود، وش يكون عندكم راح تستعملوا. كما راكم على بالكم بلي الفراز هذا وقته راه رخيص. هنا بعد ما كملتهم راه جاو هايلين. طب راح نجرب معاكم ونقسمه كما العادة باش تشوفوا الصدق والمصداقية. وهذا أول مرة أني نجرب أنا لي ماكارون تاع الكاوكاو، وجاوني هايلين. شكرا لكم كامل. راح تشوفوا في الأخير كيفاش نقسموا الحبة تاعنا. هنا درت سهرة ليا ولوليداتي فقط. كما راكم تشوفوا زينة الجزائرية. طبعا لا تنسوا الاشتراك والتعليق، واللي مازال ما اشتركش غير يحط الابوني ويدير الجام وتعليق زوين، واللي ما فهمش حاجه واللي ما عرفش حاجه غير يحط في لي كومونتير، راني نشوفهم كامل وراني نجاوب. شكرا كل من يساندني، شكرا لكم كامل. الشكر قليل. هنايا كما راكم تشوفوا راني نعات ونعاود. جاو هايلين، انا عجبوني بالبزاف. ونصيحة انكم تاكلوهم هما جداد ابا. هنا كما راكم تشوفوا راح نقسم حبة باه تشوفوا. راهي كريمة كما راكم تعرفوا، كريمة باتيسيير ما هيش كريم جامدة. شوفوا معايا، هاي راهي تعلق، هاي لصقت في الموس. شوفوا جات هايلة وبنينة وتشهي. شكرا لكم وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.